سالي البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة جيدة. اليوم وصفة جديدة، غزالة صراحة، مسقعة بالبشاميل. تيجي طعمها رائع صراحة، كنتمنى تجربوها لأنها لذيذة لذيذة، وكيجي طعمها كريمي كيف ما كتشوفوا. ممكن نرافقوها مع أرز، سلطة. مهم تابعوا معي الفيديو عشان تعرفوا الطريقة. أول شي قطعت البطاطس مكعبات صغيرة وقليتها. قلعت الباذنجان، وهنا شوحت اللحمة المفرومة مع البصل اللي هي بالمصرية كنسميوها كنعصقو اللحمة المفروم. غادي نخلي هادشي كلشي يطيب. نتبل اللحمة المفرومة بالفلفل الأسمر وشوية جنزبيل. هنا قليت شوية الفلفل حراق. كيف ما كتشوفوا البطاطس خلصت. حطيت معلقة صلصة على اللحمة المفرومة، وهنا عملت البشاميل كيف ما كتشوفوا. اكيد كنا كنعرفوا نعملوا البشاميل. حطيت شويه طبقه من البشاميل وحطيت عليها الباذنجان بهالطريقه. نرص كل كميه الباذنجان اللي عندي، وحطيت البطاطس المقليه اللي عملتها. نوزع على البايركس او الصينيه بهذا الشكل. حطيت الفلفل الحامي في جهة واحدة عشان اللي ما بيحبش الفلفل الحامي يكون من الجهة التانية. حطيت اللحمة المفرومة بالشكل ده، وهوزع كمية البشاميل اللي لسه عندي. اغطي الصينية كلها بالبشاميل بالشكل ده. وصفة سهلة وسريعة وتنفع غادة، جميلة بصراحة. بعد ما غطيت الصينية بالبشاميل كلها، هرش اي نوع جبنة عندي، مش متقيدين بنوع جبنة. جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة تركي. كده هدخل الصينية الفرن، مولع عليها من تحت ومن فوق لغاية ما تتحمر معايا الوش بس، ونطلعها ونشوفها مع بعض. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. كنتمنى تجربوها لان الطريقة سهلة والطعم خيالي فوق الوصف. بالصحة والراحة.